تعال احكي لك عن اشهر اسطوره في تاريخ مصر. الحكايه بتبدا في زمن المصريين القدماء. كان في 4 آلهة اخوات، هما ايزيس واوزوريس ونفتس وست. في الاول قبل ما اكمل لازم تعرف ان المصريين القدماء كان الاخوات بيتجوزوا من بعض عادي، فده خلى اوزوريس يتجوز ايزيس وست يتجوز نفتس. بس الاله ست ده بقى كان بيكره وبيحقد على اخوه اوزوريس، ففي يوم ست قرر يقتل اخوه اوزوريس. راح عمل حفله كبيره وجاب فيها تابوت، وقال لكل الناس ان التابوت دوت اللي هيجي على مقاس حد فيكم هياخده هديه. بس لازم تعرف ان ست كان عامل التابوت دوت على مقاس اخوه اوزوريس. طبعا اول ما اوزوريس دخل في التابوت راح ست قفل عليه التابوت وخده ورماه في النيل. زيس بقى مرات اوزوريس اول ما عرفت بكده راحت فضلت تدور على التابوت في النيل لحد ما لقت التابوت، بس للاسف كان ست عرف فراح خد جثه اوزوريس من ايزيس وقطع الجثه 42 قطعه ووزعهم على اقاليم مصر وقتها اللي كانوا 42 اقليم. ايزيس بقى ما ياستش وفضلت تلف مصر كلها تجمع في جثه اوزوريس لحد ما كملت جسمه كله. بعد كده عملت سحر رجعت بيه روح اوزوريس لجسمه تاني، فرجعت اوزوريس للحياه مره تاني وحملت منه. بس للاسف اوزوريس كان مات تاني بس بقى اله على الموتى. وايزيس خلفت حورس بس بعدته عن انظار عمه ست عشان ما يأذيهوش، وفضلت ايزيس كل يوم تحكي لحورس عن اللي عمله عمه ست في ابوه اوزوريس لحد ما حورس كبر ودخل حروب كتير ضد عمه ست، وكان في اغلب المعارك حورس هو اللي بيكسب لحد ما في النهايه خالص حورس يكسب عمه ست، بعد كده ينفيه في الصحراء وتنتهي الحكايه بانتصار الخير على الشر.